جماعة تعالوا نشوف حكاية أصلي المهووسة اللي كل خططها مدروسة واللي ناوية ما تعديش الفالنتاين غير وهي محبوسة مع نصها التاني في الكوشة. وبيبدأ الفيلم مع أصلي وهي طفلة صغيرة وسايبة اللي وراها واللي قدامها وبتتفرج على فيديو فرح أبوها وأمها ومش مركزة إلا في حاجة واحدة بس، وهي إنها تتجوز في الفالنتاين زي ما أبوها وأمها عملوا. لكن أمها بتدخل عليها مع أبوها وبيقولوا لها ركزي في مذاكرتك يا موكوسة، وكده كده الرجالة كتير وهتتجوزي. وبتكبر أصلي وبتلاقي الرجالة شحة ومش كتير خالص زي ما أمها كانت بتقول لها، وبرضه مش بتتخلى عن هواسها وجنانها وبتبقى مصممة إنها ترتبط يوم الفالنتاين. ولما بتكتشف إن الوقت سرقها وإن خلاص الفالنتاين مبقاش فاضل عليه غير أسبوعين، بتقرر تستخدم تطبيقات المواعدة، وفعلا بتتعرف على واد مز وأمور اسمه يلدرم، وبيكون واضح إنه غني ومعاه فلوس على قلبه قد كده. وبعد مرور أسبوع على علاقتهم بيتفقوا إنهم يروحوا يتغدوا سوا، وبتستعد أصلي للخروجة وبتحط ماسكاتها وبتظبط نفسها. وبعد شوية ملك صاحبتها بتيجي، ووقتها أصلي بتحكي لها عن يلدرم وإنها هتقابله النهاردة، ولو خطتها مشيت زي ما هي عايزة هتقدر تشقطه في الفالنتاين، وبإذن الله مش هتدخل الفالنتاين ده وإيدها فاضية، لا دي أول مرة هتكون مرتبطة. وبتختار هي وملك الأوتفات اللي هتلبسه، وملك بتقول لها بصي بقى عايزين نختار طقم حلو كده يزغل العين الواد أول ما يشوفه، وأهم حاجة الجزمة الحمراء معروفة. فبتلبس الحتة التايجر وبيروحوا هما الاتنين لبيروش صاحبتهم المتعقدة من الجواز. وأول ما بتشوف أصلي بتقول لها أيوة أنا عارفة طقم أبو هشيمة ده آخرته إيه، وبتسألها هي رايحة في ديت. ولما بتعرف إنها رايحة تقابل واحد عرفته من على تطبيق مواعدة بتقول لها خدي بالك يا موكوسة لا يطلع قاتل متسلسل وترجعي لنا مهروسة. فبتقول لها أصلي لا طبعا ده يلدرم ده كاتب وراجل مز كده ورايق في نفسه، لكن بروش قلبها ما بيكونش مرتاح للموضوع ده. وبتنزل أصلي بسرعة علشان تلحق ميعادها، وفعلا بتوصل للمطعم قبل ميعادها بربع ساعة، وبتمر ساعة في التانية في التالتة، والمهزقة بتفضل قاعدة على الرغم من ان الواطي يلدرم مش بيجي، ومع ذلك بتفضل تتصل بيه وبرضه مش بيرد عليها. وفي الأثناء دي الجرسون بيزهق منها وبيقول لها بصي بقى يا أنسة انت لو ما طلبتيش حاجة هنادي الأمن يخرجوكي بره. فبتتكسف أصلي على دمها وبتقوم وبتحلف لا تعمل بلوك للواطي ده، وبتقول ان العذر الوحيد اللي هيخليها ما تقتلوش انه يكون مات. وقبل ما ترزعه البلوك المتين بيجي لها رسالة منه وبيعتذر لها فيها وبيقول لها آسف يا روحي بس أنا عملت حادثة ومتجبس في المستشفى. فبتسأله على عنوان المستشفى لكنه مش بيرضى يقول لها، قال إيه علشان ما يتعبهاش معاه. وبتتصل بملك وبتقول لها شفتي ما كرفنيش زي ما انتوا قلتوا، الحمد لله طلع مكسور ومتجبس. لكن برضه صحابها بيكونوا مصممين انه واطي وفلاتي وبيلعب بيها. وبعدها مديرها بيتصل بيها وبيقول لها انا عايزك ناو في الشغل، فبتقول له انها اجازه، فبيقول لها لا ماليش انا في الحوار ده تعالي حالا. ولما بتروح بيقول لها انه عايزها تسافر في رحله عمل لمده اسبوعين، فبتقول له لا ويت ده الفالنتاين بعد بكره. فبيقول لها وايه المشكله يعني وانت مالك بالحاجات دي، اصلا دي حاجات المرتبطين وانت سنجل بائسه وكلنا عارفين. وطبعا اصلي ما بتقدرش تقول له لا. ولما بترجع البيت بتفضل تصيح لملك وبتقول لها يعني سنجل وبائسه دي متعوده عليها، بس اسافر واشتغل والناس كلها اجازه، طب ليه ايه الافتراء ده؟ او بيحتسوا الكحول هما الاتنين. وتاني يوم بتصحى متاخره وبتروح بسرعه على المطار، واول ما بتطلع الطياره بتتفاجئ لما بتلاقي يلدرم قاعد جنبها. فبتقول له معقول يا بيبي عامل لي مفاجاه ومتفق مع مديري علشان نسافر سوا بس ما جيتش ليه، والله زعلت امبارح. صدم يلدرم وبيقول لها ثواني بس يا استاذه نفهم هو انت مين بقى معلش. فبتقول له انا متصوره في فلتر بس انا برضو مزده. وبتقول له انا حبيبتك اصلي يا اخويا. فبيقول لها لا حبه بورس يا استاذه انا اصلا ما اعرفكيش. وبينادي المضيفه وبيقول لها الوليه المجنونه اللي قاعده جنبي دي بتضايقني. فبتقول له اصلي بلاش الهزار التقيل ده. فيلدرم بيرد عليها وبيقول لها لا ده انت مجنونه رسمي بقى. فبتقول له ما احنا كنا بنتكلم على ابلكيشن فرفشني ودلعني فيها ايه يعني.
يعني، وبتقوله انها هتوريه المحادثات اللي بينهم، لكنها بتتفاجئ ان كل الشات ممسوح. فبتقوله يا واتشي، انت مسحت الشات اللي ما بيننا علشان شفت لك شوفة تانية. فبيقول لها يلدرم ربنا يهديك يا بنتي، انا اصلا دي اول مرة اشوفك فيها. وبيقوم من جنبها بعد ما عملت له فضيحة في الطيارة. ولما بيوصلوا يلدرم بيقابل حبيبته بيلين وبيحكي لها عن المجنونة اللي قابلها في الطيارة، وهي بتحكي لاصحابها عن اللي الواطي عمله. فبيروش بتقول لها تستاهلي، عشان انا قلت لك بلاش شقط المواقع ده ومفيش منك فايدة. وبنرجع تاني الاصلي اللي بتتصدم لما بتشوف يلدرم وحبيبته في الفندق معاها. فبيروح لها يلدرم وبيقول لها انت لو ما مشيتيش حالا هعتبر انك ستوكر وماشيه ورايا وهبلغ عنك البوليس. ووقتها بيلين بتطلب منها انها تمشي في هدوء ومن غير شوشره. فاصلي بتقول لها والله يا حبيبتي اللي عنده معزه يربطها، وحبيبك المهزأ ده بقاله شهور بيجري ورايا وبيكلمني. ويلدرم بيصمم انه ما يعرفهاش اصلا. ووقتها اصلي بتستغرب من انكاره الشديد ده وبتتصل بملك وبتقول لها تسأل فيرات وتخليه يشوف هل ممكن يكون حد اخترق حساب يلدرم وهو اللي كلمها منه. وفي الوقت ده بيلين بتنكد على يلدرم وبتقول له يا خاين يا فلاتي، بقى تعرف البت الصفرة ام شعر اصفر دي عليا انا. فيلدرم المسكين بيفضل يحلف لها انه ما كلمش البت دي ولا مرة، وبيسألها يعمل ايه علشان يرضيها. فبتقول له بيلين اديني هديتي بتاعت الفالنتاين يلا. فيلدرم بيقول لها انه ما جابلهاش هدية اصلا وانه دفع تكاليف رحلتهم دي عشان تكون هي الهدية. فبتتقمص بيلين وعلشان يراضيها بياخدها يتعشوا في مطعم فاخر، وبالصدفة بيلاقوا اصلي قاعدة في نفس المطعم، واللي اول ما بتشوفهم بتدخل الحمام بسرعة وبتكلم ملك وبتسألها عملت ايه. وفي نفس الوقت ملك بتكون قاعدة مع اصلان الهاكر صاحب فيرات، واللي بيقول لها ان فعلا الاكاونت اللي كان بيكلم اصلي ده فيك، وان في حد اخد صور يلدرم وعمل بيها الاكاونت الفيك. وساعتها ملك بتقرر تبعت له علشان توقعه في شر اعماله. وفي الوقت ده بيلين الحرباية بتدخل الحمام وبتكلم واحدة صاحبتها وبتقول لها انها بتشتغل يلدرم لحد ما تقلبه في شوية فلوس وبعدين تسيبه وترجع لحبيبها الاول عابدين. ووقتها اصلي بتتصدم لما بتسمع الكلام ده، لكنها بتقول وانا مالي، هو ابن حلال ويستاهل الخازوق. وبعدها بتفضل تحتسي المنكر وبتسكر وبتبقى طينة. وساعتها بتصعب على يلدرم وبيقول لبيلين انهم لازم ياخدوها معاهم الفندق مهما كان دي بنت وما ينفعش يسيبوها تتبهدل. لا بصراحة شابوه يلدرم متربي 10 مرات يا جماعة. المهم انهم فعلا بياخدوها معاهم، وبتفضل طول الطريق تعاكس في يلدرم وبتقول له بقى انت يا واد يا مز مرتبط بالبومة دي، ما تسيبك منها وتخليك معايا. وحرفيا بيلين بتجيب اخرها منها، لكن يلدرم بيقول لها اهدي يا بيلين دي سكرانة ومش عارفة هي بتقول ايه. وتاني يوم يلدرم بيتفاجئ ان بيلين حاجزة في مطعم غالي جدا، فبيلغي الحجز لانه بيحس انها بتستغله سيكا. وبعدها اصلي بتروح تشكره لانه وصلها امبارح. فبيلين بتتعصب وبتقول لها الشويتين اللي بتعمليهم دول مش هتعرفي تشقطي حبيبي بيهم. فبتتضايق اصلي وبتقول لها ده على اساس انك ميته في ده بجيبه يعني. وبتقول لي يلدرم بص يا ابني شكلك غلبان. وبتقول له خد بالك الحربايه اللي جنبك دي بتستغلك وعايزه تقلبك في قرشين وترجع تاني لحبيبها عابدين. فبيتصدم يلدرم وبيقول لبيلين يا واطيه يا خاينه يا غداره، وبيقرر انه ينفصل عنها. وعشان كده بتروح بيلين لاصلي وبتقول لها افرحي يا واطيه، لو فاكره انك كده هتعرفي تشقطيه تبقي بتحلمي، يلدرم مستحيل يبص لواحده زيك. فبتقول لها اصلي انتي بتقولي الكلام ده لمين يا مقشفه يا اللي شبه عصام ابن خالتي، روحي يا ماما شوفي لك واحد تاني تضحكي عليه وتقلبي منه قرشين. ومن الناحيه التانيه بنشوف ملك وهي في كافيه وبتراقب الواد النصاب بعد ما عرفت تجيب عنوانه هي واصلان، وبتروح تتخانق معاه وبتقول له انت يا نصاب يا واطي مستني مين تاني علشان تسرقها وتخدعها. فالواد بيسبل لها وبيقول لها اهدي بس يا جميلتي يا اميرتي وانا هفهمك. وطبعا ملك لما بتسمع الكلمتين دول بتنهار جدا، ما هي اخر مره سمعت فيها انها حلوه كان في اغسطس 84. المهم انها بتقعد معاه وبيقول لها ان اسمه انيس وان امه تعبانه وعشان كده عمل الاكاونت الفيك، وانه كان مزنوق في فلوس وكان ناوي ينصب على اصلي لكنه تاب وتراجع وما عملش كده فيها. فبتقول لك واو نصاب
اموت انا في النوع ده، وبتقرر ترتبط بيه عادي جدا. وبالليل اصلي بتلاقي يلدرم قاعد لوحده، فبيصعب عليها وبتروح له وبتقول له سوري لو كنت بتطفل عليك، بس انت صعبان عليا، وبتعتذر له لانها ضايقته. فبيشكرها يلدرم على صراحتها، وبيقول لها انه كان متوقع ان بيلين تطلع واطيه. فبتحذره اصلي وبتقول له ان النصاب اللي كان بيكلمها كان سارق صوره من على الاكونت بتاعه. فبيسالها اتعرفتي عليه ازاي؟ فبتقول له انها بتحلم ترتبط بفارس احلامها في الفالنتاين، وعشان كده اتعرفت عليه في ابلكيشن مواعده عادي جدا. وتاني يوم بتتفاجئ اصلي لما بتلاقي يلدرم بيخبط على باب اوضتها وبيكون عايزها تخرج معاه، وبيقول لها يعني النهارده وقفه الفالنتاين، وبما انك سنجل بائسه وانا سنجل بائس فتعالي نحط بؤسنا على بعض او نقضي اليوم سوا. وطبعا اصلي ما بتصدق وبتقول له وماله يا اخويا، ونخرج ونشم هوا. وبياخدها وبيروحوا معامل انتاج زيت الزيتون. فبتقول له ايه خروجه المثقفين دي، بس يلا اهو احسن من مفيش. وبعدها بيلفوا في حدائق اشجار الزيتون. فبتقول له جرائيه تربيه حواري ايطاليا انت، ما كفايه زيتون يا اخويا. فبياخدها وبيروحوا مطعم وبياكلوا فيه اكل ايطالي برضو. وبعد كده بيروحوا السوق علشان يشتروا انتيكات قديمه. ووقتها اصلي بتلاقي رساله حب قديمه، فبتتاثر جدا اول ما بتقراها وبتفضل تعيط وبتقرر تشتريها، لكنها بتنساها في المحل. وبتكتشف ده لما بتوصل الفندق هي ويلدرم، اللي فجأة الراجل اللي جواه بيطلع وبيقرر انه يرجع السوق من تاني ويجيبها لها هو. وبيشكرها وبيقول لها انه استمتع جدا معاها، وده لانها على طبيعتها ومش متصنعه زي الحربايه بيلين. وبيقول لها do you love me؟ فبتقول له do you. وبيتم احتساء الشاي بنجاح يا جماعه. وفي الوقت ده ملك بتكون مع النصاب اللي بيضحك عليها بسلسله فالصو بربع جنيه، وبيقول لها كلمتين قالهم شكري سرحان من يجي 80 سنه. المهم انه بيقول لها انه مزنوق وامه لازم تعمل عمليه ناو، ولو تقدم له على قرض باسمها يبقى كتر خيرها جدا، هينوبها ثواب الدنيا والاخره والله. وطبعا ملك الهبله بتقول له وماله يا روحي، المهم ان حماتي اللي جابت لي حياتي تبقى بخير. وتاني يوم اصلي بتبقى فرحانه على الاخر، وده لانها اخيرا قدرت تشقط وتدخل الفالنتاين بمز يملى العين كده. وبتقضيها رومانسيه وتلزيق هي وهو ولا كانهم مراهقين في اعدادي. ولما اجازتهم بتخلص بتاخده وبتعرفه على اصحابها. ووقتها بيروج بتقول له ها يا حبيبي مش هنفرح بيكم بقى؟ فيلدرم بيرد وبيقول لها لا والله يا حاجه انا مش بتاع جواز، انا اخري صياعه وضياعه وبس. فبتتصدم اصلي من كلامه. فاصحابها بيقولوا لها الراجل عامل زي العيل الصغير، فسيسيه وعلى الهادي خديه لحد مع المأذون تجرجريه. فبتفضل اصلي متضايقه لانها ناويه على جواز. وفي يوم يلدرم بياخدها يعرفها على اصحابه. ووقتها اصلي بتعرف من صاحبته الحربايه ان يلدرم كان خاطب وكان هيتجوز، لكنه لغى فرحه قبلها ب4 ايام. فبتتعصب منه وبتروح تتخانق معاه. هو بتقول له يعني طلعت بتاع جواز اهو، امال بتستهبل عليا ليه؟ وبتفضل تتخانق معاه وتقول له انت مش بتحبني، انت كنت بتخدعني، اشمعنى انا اللي مش عايز تتجوزني؟ لحد ما يلدرم بيجيب اخره وبيقول لها انا مش هتجوزك عشان انت مهووسه وبفكره الجواز ملحوسه. فبتتضايق اصلي وبتسيبه وبتمشي، وبتقرر تعمل له بلوك من على الابليكيشنات كلها وبتنفصل عنه. وعشان تكمل ملك بتجيلها وبتفضل تعيط وبتقول لها الحقيني انيس الواطي الفلاتي طلع نصاب واخد القرض وخلع. وبيفضلوا هما الاتنين يعيطوا. وبعد كام يوم بيروج بتلاقي رساله غريبه قدام باب بيتها، ولما بتفتحها بتعرف انها من حبها القديم مراد اللي بيطلب منها تسامحه على اللي فات ويفتحوا صفحه جديده سوا. وبنعرف ان بيروج زمان اترفضت من ابو مراد، ومن يومها وهي اتعقدت من الحب وسنينه، لكنها دلوقتي بتقرر تسامح مراد لانها عرفت انه تعبان. وبالفعل بتروح تزوره في المستشفى وبيقول لها do you love me؟ فبتقول له do you طبعا. بعدها اصلي بتحس انها اتسرعت في حكمها على يلدرم، وهو كمان مش بيقدر على بعدها، وبيقرر يبعت لها رساله وبيطلب منها تقابله في مزارع الزيتون في المكان اللي اتولد فيه حبهم. وفعلا بتروح له وبيقول لها اسف يا ام العيال انا هتجوزك بس لما احوش حق التكييف. وبيتصالحوا. وفي النهايه بنعرف ان ملك ارتبطت باصلان الهاكر، واخوها الموكوس فرات ارتبط بالبت سيلين اللي كانت هتموت عليه. وبيروش رجعت لمراد وبيتجمعوا كلهم في الفالنتاين، وحاجه في منتهى حب خلي الناس تحب روح للناس يحب. اما الحربايه بيلين فتعرفت على النصاب انيس، ويلا هما الاتنين ولاد حلال ويستاهلوا بعض. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من ام الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت
واوعي لما حبيبك يقولك انا مش بتاع جواز تقومي تسيبيه، لا بالعكس الزقي فيه لحد ما تزهقيه وعلى المأذون تجرجريه. وشكرا يا فندم.